كتير من المستثمرين بيسألوني ايه اهم مناطق الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة. النهارده طلعت على اعلى نقطة في العاصمة الإدارية الجديدة عشان يبقى كاشفين كل المناطق. فلو هنتكلم في الاول عن القطاع السكني فهنلاقي على يمنا هنا منطقة المستثمرين والار 7 والار 8. طبعا بنصح حضرتك كل ما قربنا للنهر الاخضر كل ما كانت قيمة الوحدة بتاعتنا كل ما كانت اعلى. يعني انا دلوقتي في قلب النهر الاخضر. النهر الاخضر ده اكبر حديقة مركزية حول العالم بطول 35,000 متر. طيب ده بالنسبه للاحياء السكنيه، عندنا زي ما قلنا 3 احياء سكنيه واقرب حي فيهم هيشتغل هو منطقه المستثمرين. طيب على الناحيه الثانيه هنلاقي نفسنا شايفين منطقه الثقافه والفنون، شايفين فندق الماسا والمونوريل والدائري الاقليمي اللي بيوصل للعاصمه الاداريه الجديده بكل اقاليم مصر. اللي يقرب من الدائري ده هيبقى سهل جدا الوصول ليه. طيب بعد الدائري الاقليمي هنلاقي دائري العاصمه الاداريه الجديده. دائري العاصمه الاداريه الجديده من عند فندق الماسا هيبقى جنبه منطقه الداون تاون. الداون تاون دي اكتر منطقه بنصح بيها بالاستثمار التجاري. ليه الاستثمار التجاري؟ لان الاستثمار التجاري بالنسبه لي هو ترافيك. التجاري محتاج عدد مشاة عالي جدا، وبالنسبه لمنطقه الداون تاون فهي 1364 فدان، هي اكبر تكتل المناطق التجاريه والاداريه والطبيه والفندقيه، زائد ان هي فيها شركات الادويه وشركات التامين. فيها حاجات كتير جدا تخلي الترافيك فيها عالي جدا. فيها ابراج بتوصل لارضي و50 دور زي نايل بزنس سيتي. ده طبعا بنصح بالاستثمار فيه جدا، ولو عايز تستثمر فيه تقدر تتواصل معايا على الرقم موجود قدامك على الشاشه على الواتساب. طيب بعد المنطقه التجاريه اللي هي منطقه الداون تاون هنلاقي وراها على طول عند البنوك اللي هناك دي خلاص بتتفنش، ووراها الوزارات. طبعا احنا شايفين من هنا 34 وزاره جاهزين للتشغيل بالفعل ومفروشين ومتشطبين بالكامل، غير مجلس الشيوخ ومبنى البرلمان ومسجد مصر تاني اكبر مسجد في الشرق الاوسط كله. المنطقه دي بنصح بيها اللي هي منطقه الحي المالي 1703 فدان، فيها 26 مول فقط ارضي و7 ادوار. دي المنطقه الوحيده اللي بتحقق عامل الندره وعامل التخصص للاستثمار الاداري. يعني الشركات المالتي ناشونال بتستهدف منطقه الحي المالي اللي هي الوحيده اللي فيها مولات اداريه فقط متخصصه اداري، يدخلوا يفتحوا الشركات بتاعتهم او الفرانشايزز بتاعتهم في المولات المتخصصه اداري دي. فدي بنصح فيها بالاستثمار الاداري. فكده عندنا بالنسبه للاستثمار السكني والاداري عرفنا فين المناطق. بالنسبه للاستثمار الطبي بنصح في المولات المتخصصه الطبي، او في مستشفى الشفاء او كل المدينه الطبيه، او في الاحياء السكنيه او في مناطق الخدميه اللي بتخدم على احياء سكنيه زي الام يو 23. بعد كده بالنسبه للاستثمار الفندقي بنصح بصف الابراج السياحيه في الداون تاون، زائد الصف الاول امام منطقه السي بي دي اللي احنا فيها بالفعل على ارتفاع 100 متر امام البرج الايقوني. ايا كان لو حضرتك حبيت تستثمر في القطاع السكني او التجاري او الاداري او الطبي او الفندقي، طبعا بتتابعنا هنا على قناتنا الاستشاري العقاري مهندس احمد رضوان، الرئيس التنفيذي لمجموعه شركات ARG. زائد انت تتواصل معانا على الرقم موجود قدامك على الشاشه على الواتساب، واحنا هنوصلك لاعلى قيمه مقابل سعر. ومجرد ما تكلمنا وباذن الله نعمل لك دراسه جدوى بالمبلغ اللي انت حابب تستثمر فيه، ندخلك على افضل قطاع يكسبك. كل ده بخدمه مجانيه بنسبه 100%. في انتظار تواصلكم ودمتم مستثمرين ناجحين. شكرا لكم.